بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ عساكم بخير. في الفيديو هذا بشرح، بعطي نصايح كيف ممكن تبدأ قناتك في اليوتيوب وتصير تبدأ، شو الأشياء اللي لازم تسويها عشان توصل الفيديو اللي تنزله لأكبر عدد من المشاهدين، وتكون إن شاء الله تكون مشهور. طبعا في البداية أهم شيء قبل ما تبدأ تنزل فيديو، أو أول ما تبدأ في القناة، أهم شيء تصميم القناة. دور لك على تصميم، مثلا ممكن تروح تكتب في اليوتيوب، مثلا في جوجل، إذا ما عندك حد يصمم لك تصاميم. تكتب في الجوجل مثلا يوتيوب باك جراوندز، يوتيوب باك جراوندز، بعدين تحصل في عندك، بتحصل أكثر من موقع. زين، فشوفوا عندكم هذه الصور، تصاميم القنوات موجودة تحت. المهم بعد ما تبدأ تصور، تحط لك تصميم حق القناة، ودور في اليوتيوب تحصل شروحات كيف تحط تصميم. تروح عند، مثلا لو انك بتنزل قناة عن جيمنج مثلا، تروح عند ناس عندهم فيديوهات عن الجيمنج. مثلا لو راح عند ابو عليان، طبعا شوي النت عندي بطيء، ما اعرف شو سالفة الكمبيوتر. طبعا بعد شي ثاني، بعد ما تحط التصميم، شوف كيف مثلا هذا التصميم. تحاول انه يكون عندك انترو، عشان اللي يشوف الفيديو يحس انه داخل شي احترافي. مثلا بعد ما تبدأ تحط التصميم والانترو، آه، تروح عند الناس اللي مثلا بتنزل انت الفيديو في اختصاصهم، سواء كانوا هم ناس ينزلون او ناس يتابعون، فتروح تسوي له اد فريند. طبعا تسوي له سبسكرايب، تسوي له اد از فريند. هذه اد از فريند مثل كذي بس. بعد ما تسوي، حاول انك قبل لا تنزل اي فيديو تسوي، تجيب لك اقل شيء مثلا 40 50، قد ما تقدر تسوي لك اد فريند. بعد ما تسوي لك اد فريند، لو مثلا بتنزل فيديو، الاشياء اللي كثير انهم ما ينتبهون لها اللي هي التاج. لو مثلا بنزل فيديو عن، ما حد يحط تاجز، يحط تاجز ديسكريبشن. لو مثلا بنزل فيديو عن مدرون فوتو، مثلا مونتاج سنايبر او شيء، مونتاج، شوف اكبر فيديو حصل له مشاهدات، وشوف التاجز اللي حطها صاحب الفيديو. لان التاجز هي احتمال يكون على السيرش، مثلا هذا 5 مليون، مثلا 5 مليون، بنشوف التاجز اللي حطها. طبعا نوعية الفيديو مهمة، الصوت في الفيديو. شوف التاجز اللي حطها، حاول انك تحط مثلا مودرن، تحط مثل هذه التاجز، او تاخذ التاجز اللي تشوف انت بتكون مناسبة لك، وترجمها بالعربي. اذا كنت عربي، طبعا اكيد عرب، ما حد يسمعني لو عربي. فتاخذ هذه التاجز تحطها بالانجليزي، مثلا هذه مودرن، تحط اسم اللعبة، الاشياء اي شيء يتعلق باللعبة تحطه. مثلا بعد مودرن وورفار 2، مثلا كول اوف ديوتي 2، بلاي ستيشن 3، بلاي ستيشن مثلا اكس بوكس، سيرش اند دستروي، تيم ديث ماتش، ايبك، سنايبر، مونتاج، تربل كل، مثلا مالتي كل. حط الاشياء اللي الناس ممكن يكتبونها في سيرش، وبعدين ترجمها بالعربي. لان انت تبغى العرب انه يحصلون فيديوهاتك، فتكتب مثلا كود 6، سنايبر بالعربي، مثلا كل كام، اي شيء بالعربي، قتلات، ذبحات سنايبر. فبس هذه اهم الاشياء الواحد يسويها عشان يبدأ قناته في اليوتيوب، ويحاول انه يجيب له عدد سبسكرايبر. وفي النهاية هو طبعا توفيق من الله، الواحد لازم ينزل فيديو انه تكون فكرته جديدة ما حد سواها قبل. فلا تقعد، الواحد ينزل شيء، لا تنزل شيء مكرر، لا نزل شيء ما حد سواه قبلك. في النهاية يا شباب، اتمنى تكون استفدت من هذه النصائح، ومثل ما قلت في الاخير، هو توفيق. واهم شيء الواحد يراعي في الفيديو وضوح الفيديو، والوضوح والصوت ونوعية الفيديو. وإذا واحد مثلا بينزل كومنتري، يشوف طريقة كلامه عن شو بيتكلم، كيف مثلا يربط بين المواضيع اللي يتكلم فيها في الفيديو.
بس هذا اللي عندي، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله.